كورة أخيرا رجع بس مع الدوري الألماني ماشي، هنتفرج، رجع بدون جمهور، رجع بحجر صحي للعيبة وللحكام والكل المنظومة. بس قبل طبعا ما نتكلم عن الدوري الألماني اللي المفروض الناس كتير جدا 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 مش بتتابعه، لكن أنا يعني باختصار شديد هحاول أبين لكم الصراع في الدوري الألماني دايما القائم في آخر 23 سنة، قائم ما بين البايرن وما بين دورتموند. في آخر 23 سنة الفرقتين دول اقتسموا الدوري الألماني 20 مرة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ويلا بينا. Two teams with extensive knowledge of each other, but at this time of year not knowing exactly what to expect of newcomers on both sides. There's nothing quite like Der Klassiker to get the blood flowing and the season going. في ناس كتير فاكرة ان الماتش ما بين البايرن وما بين دورتموند هو ديربي، ولكن للأسف هو مش ديربي، ولكن بيتسمى كلاسيكير بالألماني. يعني هتلاقوا بقى ايه شوية مصطلحات كده جديدة علينا، يلا يا جماعة نتعود ونمشي امورنا عشان ما فيش غيره ولازم نتفرج عليه يعني. لكن طبعا عشان هو الماتش الأقوى ما بين أقوى فرقتين في ألمانيا حاليا وفي آخر فترة، يعني من الألفينات وانت طالع، هم دول خلاص أقوى فرقتين بينافسوا على كل البطولات تقريبا، فتسمى كلاسيكير. لكن الدربيات في ألمانيا ما بين البايرن في مع ميونخ 1860 ده يعتبر ديربي، ما بين دورتموند ومونشن جلادباخ ده يعتبر ديربي، وما بين دورتموند وشالكا ده يعتبر ديربي الرور ونهر الرور، يعني دوت نهر هناك. والمفروض ان الدوري الالماني هيرجع بالماتش ما بين دورتموند وشالكا اللي هو يعتبر ما بينهم ديربي. لو بصينا على تاريخ الماتشات ما بين البايرن وما بين دورتموند، البايرن هما تقريبا الفرقتين لعبوا 124 ماتش، البايرن كسب 58، دورتموند كسب 33 وتعادلوا في 33. ومن الواضح هيمنه البايرن على الماتشات ديت، زي برضو ده بيرفلكت نتيجه الناديين على مستوى البطولات. يعني البايرن طبعا 11 بطوله قاريه قدام 3 بس لدورتموند، البايرن 29 دوري قدام 8 بس لدورتموند. لكن ده ما يمنعش ان دورتموند فرقه قويه وبتنافس السنه دي على الدوري الالماني وبقوه، لان الفرق كله على بعضه 4 نقط. بالمناسبه ما تنسوش تسيبوا لي في الكومنت تحت مين هو الهداف التاريخي لماتشات البايرن ودورتموند، وهو على فكره لعيب كلنا عارفينه وبيلعب لحد دلوقتي. طبعا البايرن ضم في جهازه الفني ميروسلاف كلوزا الهداف التاريخي لنسخ كاس العالم بجميع تواريخها يعني، وهداف البايرن طبعا ومنتخب المانيا انضم خلاص الجهاز بتاع البايرن وهيباشر مهامه بشكل سريع. في شويه تغييرات هتطرأ على المسابقه وعلى الكوره بشكل عام، خلاص لسه الفيفا اقر من شويه ان هيبقى في 5 تغييرات في الماتش مش 3. طبعا اللعيبه كلها راجعه انفيت وبيحاولوا ان هم يدخلوا في الفورمه بعد طبعا الفتره اللي احنا كلنا قعدناها في البيت اللي هي وصلت تقريبا لحوالي شهرين. فبقى في 5 تغييرات عشان يحصل روتيشن بشكل كويس، زي كمان ضغط المباريات، الماتشات هتحصل بشكل سريع جدا. المتبقي في الدوري الالماني هو عباره عن 9 ماتشات هيحصلوا بسرعه جدا قبل ما الموسم ينتهي. هيجي حد يقول لي طب ليه المشاكل دايما ما بين دورتموند وما بين البايرن، وغير موضوع يا عم الارقام والبطولات وان هما الاثنين تنافسوا في اخر 23 سنه وتقاسموا البطوله في 20 مره منها. هقول لك سريعا في سنه 92 لو كلنا نفتكر اسم المدرب دوت اوتمار هيتسفيلد، اللي احنا كلنا رابطين اسمه ببايرن ميونخ. المدرب ده اصلا ده قاد الفتره التاريخيه والجيل الذهبي لدورتموند اللي خد ساعتها بطوله اوروبا سنه 97. هيتسفيلد مسك دورتموند سنه 92 وفضل معاهم في الفتره ديت وخد الدوري في 95 وخد الكاس ووصل خلاص كان بينافس على الدوري في اول سنه مسك فيها في 92 مع شالكا، وشالكا اخذ الدوري ساعتها. لكن سنه 98 راح البايرن وحقق معاهم الشامبيونز ليج سنه 2001 وفضل مع البايرن لحد 2004، خد الدوري ساعتها 4 مرات. طبعا الكوره من غير جمهور ملهاش اي طعم وملهاش اي روح، بس مع الالمان الدنيا مختلفه شويه. في شركه المانيه عملت تطبيق ابلكيشن المفروض دوت الناس بتنزله على موبايلاتها وبيحطوه قدامهم وهم بيتفرجوا على الماتش لايف.
في نفس الوقت الابلكيشن دوت بيبقى كونكتد وبيجمع كل الاصوات من كل اليوزرز وبتشتغل في الاستاد كانه صوت جماهير حقيقي. الله اعلم هل التطبيق دوت هينجح ان هو فعلا يشتغل بالشكل اللي هم وضحوه في الماتشات اللي جايه ولا لا، لكن هي طبعا فكره ممتازه عشان يعني تحسس اللعيبه شويه ان الجماهير موجوده والمدرجات فاضيه. ولكن في النهاية الألمان دايما بيثبتوا ان هم احنا بنتحدى كل حاجة، والألمان دايما بيسبقوا الناس كلها في كل الخطوات، وهيعتبر الدوري الأولاني الأوروبي القوي اللي هيرجع، ولازم كلنا طبعا هنتابعه لحد ما بقية الدوريات ترجع تاني. في النهاية اتمنى ان انتوا تقولوا لي هل هتتفرجوا على الدوري الالماني ولا لا، هتشجعوا مين ياخد الدوري، البايرن ولا دورتموند، كلهم على بعض 9 ماتشات كلنا هنتابعهم اكيد عشان نشوف ايه هو اللي هيتم لحد ما بقيه الكوره وما بقيه الماتشات ترجع لنا. كان معاكم مصطفى محسن، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشوفوا كل الحلقات وكل الفلوجات. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.